السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا مبرمجين عاملين ايه؟ انا يوسف صبري واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة يوسف كود. النهارده هنعمل برنامج بسيط جدا بلغة بايثون، بس صدقوني مفيد جدا لأي طالب. البرنامج ده هيخليك تعمل خطة مذاكرة اليوم وتكتب كل مادة عايز تذاكرها كام ساعة، وبعد ما تذاكر المادة دي تدخلها تاني في البرنامج وهو يخصم عدد الساعات اللي ذاكرتها من المادة، وبس كده. وفي اخر اليوم هيقولك بقى فاضل لك قد ايه. بس الميزه الحلوه ان البرنامج بسيط جدا، حرفيا كام كود، فبالتالي اي حد مبتدئ في البرمجه او مبتدئ في بايثون هيعرف يعمله بكل سهوله. فيلا بينا نعمله خطوه بخطوه. طيب يا شباب، يلا بينا نبدأ الكود. هنا عملنا الفايل بتاعنا وظبطناه اهو study plan دوت بي واي، هنعمل بايثون. طيب هنا هنكتب variable ونسميه tasks ونفتحه كده، بس ما نكتبش فيه حاجه، نسيبه فاضي يعني. بس بعدها هنكتب print بقى، يطبع له ايه؟ يطبع له today's study plan. بعدها نكتب while true عشان الكود يفضل شغال على طول، يقعد يسأله على طول يعني. بس هيكتب subject، هنعمل variable نسميه subject input، هيدخل بقى ايه؟ الماده اللي هو عايزها، وايه ممكن يدخل كذا ماده، فهو كل مره يساله بقى على ماده تاني وبتاع وكده. فلما يخلص هيكتب done عشان ما يقعدش يساله على طول. بس وبس كده. وبعد ما يكتب مثلا الماده، وهنا done هنخليها لول بس، وهنكتب بريك عشان ايه؟ يكسر الوايل لوب. بس هنكتب variable بقى بعدها نسميه hours. هنعمل int اللي هي integer اللي هي رقم 2 3 4 وهكذا. بس هنكتب input ونقول بقى كم عدد الساعات انت عايز تذاكرها للماده دي. حلو. وطبعا عشان نكتب الماده اللي هي نكتب variable في input، فهنضطر ان احنا ايه؟ نكتب الاف في الاول. بس وهنعمل variable نسميه tasks بتاع السبجكت ونسويه بالhours. بس كده، ده اللي احنا هنخزن فيه بقى ايه؟ المهام اللي هو المفروض يعملها على طول. بس وبعد ما يخلص بقى ايه؟ هيكتب بلان سيف ليتس ستارت، يلا بينا نبدا. وطبعا دي اللي هي سلاش ان دي علشان بياخد سطر زي شيفت انتر كده. بس وبعدها وايل ترو تاني. هنكتب بقى اكشن وهنكتب انبوت بقى. دلوقتي انت ايه اللي عايزه هو يظهره لك. بس فاختار هتكتب ايه؟ يا اما ستادي اللي انت ذاكرته، بس ده اللي انت هتدخله قصدي يعني. بس اللي انت ذاكرته، ريميننج الباقي، ريبورت اللي هو تقرير باليوم، اكزيت اللي هو خلاص بقى انت خلصت اليوم بقى وعايز تقفل البرنامج. بس بيقول لك لو الاكشن ده كان ستادي، هيقول له دخل اسم الماده اللي انت ذاكرتها وكم عدد الساعات بتاعتها. تمام. بس وبعدها وطبعا يحطهم في variables هنا، وطبعا لازم الفاريبل يبقى مختلف عن دي. فاحنا هنا سميناها sub، بس هنا فوق عشان في واحد تاني اسمه subject. تمام. بس بعدها بيقول لك بقى ايه؟ لو السب دي في التاسكس، هيقول له التاسك هينقص عدد الساعات اللي هو الاتش ده من التاسكس اللي كانت هنا، من الاورز دي اللي احنا اصلا دخلناها في البدايه. يعني هو لو مثلا دخل قال انا هذاكر ماس 3 ساعات، فهو ايه؟ الماس دي اتسجلت في السبجكت، ال3 ساعات اتسجلت في الاورز. تمام، اللي هي الاورز دي واللي هي دي برضه. بس فايه؟ فلما يدخل الماده اللي هو ذاكرها بقى، يقول مثلا انا ذاكرت ماس ساعتين بس، هيقول له بقى فاضل لك ساعه، هينقص الساعتين دول من عدد الاورز الاساسي اللي هو فوق ده، فيقول له فاضل لك ساعه. بس هنا بيقول لك طبعا لو الاورز دي كانت بتاع ده اصغر من الزيرو، يبقى التاسكس هتبقى بتاع ده ايكوال زيرو. بس كده، عشان طبعا هو ما ذاكرش حاجه بالسالب يعني، فاهم؟ بس بعدها برنت بقى، هيقول له ايه؟ ابديت اللي هو فيه تحديث يعني الماده دي، وايه؟ العدد الساعات ده هو اللي باقي لها. طبعا احنا سمينا التاسكس والسب دي هي ايه؟ هي عدد الساعات الباقي. تمام. بس بعدها هتكتب برنت بقى ايه؟ لو غير كده، بس هيقول له الماده دي مش موجوده في البدايه. لو دخل مثلا جيو وهو مفيش جيو في الحاجات اللي هو دخلها في البدايه، فهيقول له الماده دي مش موجوده. بس لو دخل بقى ريمينج هيعمل ايه؟ هيظهر له عدد الايتمز اللي هي فين؟ اللي هي هنا، هنا هو، اللي هي فوق هنا. بس هيدخل له عدد الايتمز اللي فاضله، بس اللي هي هنا اصلا فوق هنا. بس كده. وهيقول له طبعا كل ماده وفاضل فيها ايه وهكذا. بس ريبورت بقى في نهايه اليوم كده، يقول له ديلي ريبورت، وطبعا حطينا سلاش ان دي برضه عشان ينزل سطر. هيقول له ايه؟ فور اس واتش، دول اللي هم السبجكت والاورز يعني في التاسكس. بس لو الاورز بتكون زيرو فهيقول له كومبليتد، يبقى انت ايه كده؟ خلاص هو ذاكر اللي عليه، خلاص هيقول له كومبليت. لو لسه مش زيرو غير كده يعني else، فايه؟ فهيقول له السبجكت بتاع ده فاضل ماده كذا وفاضل لها كذا، ماده كذا وفاضل لها كذا وهكذا. بس وممكن وال اف تانية لو الاكشن كان اكزيت، ما احنا داخلين هنا 3 4 قصدي، بس studied و remaining و report و exit.
لو كان اكزيت فهيقول له ايه day finished good luck اللي هو كده اليوم خلص يعني، بس بريك، وعشان يكسر الاف دي يعني. بس غير كده بقى خلاص هيقول له infield option try again لو دخل مثلا اي اسم تاني. بس كده يلا بينا نشغل الكود. طيب هنا بيقول له ايه بقى enter subject، هندخل مثلا mass، كم عدد ساعات التذكرة؟ ذاكر 3 ساعات مثلا. ندخل subject التانية، ندخل جيو، كم عدد الساعات هتذاكرها 5 مثلا. ندخل واحدة تانية نسميها بيولوجي يعني، بس كم عدد الساعات؟ ساعتين. بس كده احنا خلصنا، نكتب done. تمام. هيقول له بقى البلان سيف. دلوقتي بقى ايه، انا ذاكرت مثلا ساعتين ماس وساعتين جيو والساعتين بتوع البايو، هنشوف بقى هيتموا ازاي. هندخل بقى studied، معلش لازم نكتب دي سمول عشان البرنامج ما يتلخبطش. تمام. هيقول دخل اسم المادة اللي ذاكرتها، ذاكرنا ماس، ذاكرنا كام ساعة؟ ذاكرنا ساعتين. تمام. هيقول له المادة دي فهمت ليه قال لنا المادة دي مش في اليو بليد، ليه؟ عشان احنا كتبناها هنا سمول، الام سمول، فوق كتبناها ايه الام كابيتال، فاحنا ايه ما عملناش دي. بس فيلا مش مشكلة نكتبها تاني كابيتال. studied، نكتب ماس، نكتب ساعتين، او يقول له في الماس فاضل لك ساعة. طيب نكتب studied تاني، ذاكرنا حاجة تانية. نكتب الجيو، نكتبها كابيتال بقى، نكتب انها ذاكرنا ساعتين جيو برضو، هيقول له فاضل لك 3 ساعات جيو. طيب نكتب studied تاني، نكتب المادة التانية اللي هي بايو، مثلا نقول مثلا ساعتين وهو فاضل ساعتين، هيقول له ايه البايو فاضل فيها 0 ليفت اورز، ليه؟ عشان خلاص هو احنا دخلنا ساعتين فهو مسحهم يعني. نكتب remaining اللي هو عايزين نعرف اللي فاضل لنا مثلا، كتبناها غلط معلش، remaining ايوه كده. طيب ايوه كده تمام. ظهر لنا بقى بعد كتبنا remaining، ظهر لنا ان الماس فاضل فيه ساعة، والجي فاضل فيه 3 ساعات، والبايو خلصناه فاضل فيه 0 ساعة. بس ممكن نكتب ريبورت، شوف هيعمل لنا ايه. بس هيقول له داي ريبورت فاضل كده، احنا خلصنا اليوم مثلا عايزين نشوف الريبورت بتاعنا. الماس هيقول له فاضل لك فيه ساعة لسه ما ذاكرتهاش، والجي فاضل لك فيه 3 ساعات لسه ما ذاكرتهمش، والبايو كومبليت. بس كده احنا كملنا البايو. لو خلاص بقى مش عايز تعمل حاجة تانية فتكتب اكزيت وبس كده، وده داي فينيشد جود لك. وبس كده، وده كان هو المشروع بتاعنا النهارده. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش بقى تحط اللايك بتاعك وتدوس على زر الاشتراك اللي تحت. لو عندك اي فكره مشروع عايز نعملها الفتره اللي جايه اكتبها لي تحت في التعليقات. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.